زمن وقف شوية يا زمن. تفضل تفضل اخويا. الف سلام عليك، الف سلام عليك. لا باس دكتور. دكتور بتشيلوه. سلامتك سلامتك اخويا، سلامتك. استريح، تفضل تفضل. والله يا دكتور، والله بقوا لي دبات الرصاص عليك الله ما تشوف لي هل. اي والله يا دكتور، والله بقوا لي دبات الرصاص عليك الله يا دكتور ما تشوف لي هل. والله يا دكتور مشيت عملت عمليه بتاع البواسير بتاع الشكمان، لكن مرقت من المستشفى، مرقت ما لقيت دبات الرصاص عليك الله يا دكتور ما تشوف لي هل. الملف قدامي هذا انا شايف. عليك الله يا دكتور شوف لي دبتين مستعمله من التشليح ولا من هنا ولا بجاي ولا بجاي. عليك الله يا دكتور، والله تعبت يا دكتور. طب انت ليه ما سويت العمليه عندنا هنا؟ لازم تسافر برا تعملها. باين عندي دبات الرصاص شايلينها. كيف ما حسيت فيها انت خرجت من المستشفى؟ يا زول والله يضحكوا علي، حسبي الله عليهم، والله يضحكوا علي بالمستشفى. قالوا لي نركب لك دبات جديده عشان المرأة بتاعي تنبسط، لكن والله يا دكتور ما في. والله طردتني من البيت. والله يا دكتور انا راقد في الشارع. عليك الله شوف لي حل، عليك الله. انا بقول لك انا بكره بطلع تشليح ان شاء الله، احسن لك كده دبتين مستعمله تمشي حالك فيهم. انا من صور الاشعه عندي باين انه الدبات عندك مره مفرغه من اول من قبل العمليه. دحين هم شالوها مره، هم يحسبوا فيها حاجه، يحسبوا فيك خير. ما هم دارين انه الدبات من العمر حقك كلها فاضيه برا. ما اشوف هنا صور الاشعه كلها فاضيه، ما في شيء، ما في شيء عندك. تقول لي دبات رصاص وما دبات رصاص. عليك الله يا دكتور، ما دار الجماعه بتوعي يعرفوا الموضوع هذا. عليك الله. انت لك دبتين كده مستعمله، وان شاء الله باذن الله اركب لك هي وترجع الامور تمام. بس انت خابر ترى، ما لا تحسب انه يعني ما في شيء خلاص، يعني العمر روح يا اخويا. عليك الله انقذني يا دكتور. عليك الله. عليك الله.